واش تيقتوا ان المغرب ربحت سباليون وربحت كندا وربحت بلجيكا وتعادلت مع كرواتيا وربحها لك دابا البرتغال ومأهلت الدومي فينال؟ راه ما يمكنش هذا الشيء، راه ما يمكنش. البرتغال اللي ربحات سويسرا في ثمن النهائي 6-1 ربحها المغرب، هذا راه مستحيل. اصلا غير الزهر هو اللي كان مدوزهم والحظ هو اللي كان مدوزهم. واما شكون داك الشيء ما كاينش، اللعب عندهم قديم والدفاع وكذا، ما تقول لي تكتيك ما تكتيك وكذا، هذه كلها هضره خاويه ولا مدرب ولا هذا. الحظ والزهر هو اللي وقف معاهم. هذه الهضره هذه سالا الوقت ديالها، سالا الوقت ديال البيريمات. مابقاش الانسان كيهضر بالزهر والحظ. عندك بين ليا من جد وجد ومن زرع حصد، هذه سنه الله في كونه. الله علاش نصر علينا اوروبيين ونصر علينا الامريكان؟ لاش؟ لانهم اصلا اتقنوا الاسباب واجادوا الاخذ بها وعدلوا فيما بينهم فنصروا فيما بينهم، ونصروا علينا لاننا تركنا الاسباب وتركنا رب الاسباب سبحانه وتعالى. لذلك فمن يتقن الاسباب مثل هؤلاء اللاعبين المحترفين، وايضا ربطوا الاسباب بربها وربطوا الاسباب بمسبباتها واتقنوها وتوكلوا بعد ذلك على الله واصلحوا فيما بينهم وبينه سبحانه وتعالى، جاء النصر في لعبه مباحه. وكان هذا الكلام مستحيل حتى في